أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة عربي. أنا لخدمة المواطن العربي وكل ما يخص ويهم المواطن العربي. النهاردة حضراتكم هنتعلم درس جديد، ألا وهو كيفية إخفاء الصور والفيديوهات أو أي حاجة أنا حابب أخفيها من على جهازي الشخصي، واللي هو بيكون عن طريق نظام التشغيل الأندرويد. طبعا حلقتنا النهاردة هتكون بدون أي برامج وفي غضون ثواني قليلة. أول حاجة هنعملها إن شاء الله هنفتح جهازي الشخصي، واللي هو بيكون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده بختار فولدر ملفاتي، بضغط عليه بيفتح لي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بشوف الحاجة اللي أنا حابب إني أخفيها، سواء كانت صور أو فيديوهات أو أي شيء أنت حابب إنك تخفيه. كل ما عليك هو إنك بتعلم على الملف اللي أنت حابب إنك تخفيه، وبعد كده من قائمة خيارات بتختار تغيير الاسم أو تعديل الاسم. بيظهر لي طبعا الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. كل ما عليا هو إني بحط دوت أو نقطة قبل الاسم، سواء كان بالإنجليش أو بالعربي. بحط دوت قبل اسم الملف، وبعد كده بضغط موافق. وهنا حضراتكم ملف الواتساب اختفى نهائيا من على جهازي. ولو أنا جربت الطريقة دي في أي صور أو أي فيديوهات، وأي حد دخل على الاستوديو مش هيلاقي صور ولا فيديوهات ولا أي حاجة من اللي أنا عملت فيها الطريقة دي. ولو طبعا أنا حابب إني أظهر الملفات المخفية تاني، كل ما عليا هو إني بختار من قائمة خيارات الضبط أو الأوبشن. بيظهر لي طبعا بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. كل ما عليا هو إني بعلم على إظهار الملفات المخفية، وبكده بتظهر جميع الملفات أو الحاجات اللي أنا خلفتها من على جهازي. وبكده حضراتكم يكون درس النهاردة انتهى، وأرجو أن أكون أفدت حضراتكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، وأكيد تعليقك هيسعدني، وشكرا.